السلام عليكم، معكم إيلين الظفيري من قناة إيلين الظفيري تيرو. اليوم راح نشوف هل سوف يتواصل معك الحبيب قبل رمضان. أوكي، هل حيتواصل معك قبل رمضان؟ طبعا عندنا حجر بنفسج وعندنا الحجر الأبيض. طبعا راح آخذ الحجر الأبيض أول شي وأشوف هل راح يتواصل الحبيب معك قبل رمضان. واضح هنا اللي أخذوا الحجر الأبيض إنه في زعل، لأن أشوف إنه صار لكم فترة وكأنما ما شايفين بعض، زعلانين من بعض وأنت تعبان. واضح جدا طاقتك طاقة تعب كبير وطاقة اشتياق وطاقة تحمل أكثر من الطبيعي للظروف اللي قاعد انت تمر بيها. اشوف انه صار لك فتره انت تعاني، يمكن قسم من عندكم صار لهم اكثر، تقريبا 8 ايام 10 ايام، وقسم شهور مرت وانت ما شايف هذا الانسان ومتقاطع معاه وزعلانين، وتحملت تحس نفسك انه خلاص بعد مو قادر تتحمل اكثر واكثر. طبعا واضح جدا انه يعني انه في طرف ثالث، يا اما انت اكتشفت انه في طرف ثالث وهذا شيء اتعبك وخلاك تدمر العلاقه، او اصلا يعني فضل هو، اذا انت من الاول عارف انه انت في علاقه ثلاثيه فهو يمكن فضل الطرف الثالث عليك وانسحب من عندك شوي شوي وصار زعل بيناتكم، ممكن جدا. اوكي، وقد يكون ايضا ممكن وصل بعض مثلا كلام من طرف اخر تدخل بالعلاقه، مثلا وصل كلام، وصل امور، خرب العلاقه بينك وبين شريكك، فصار بيناتكم هذا البعد. فخلينا نشوف هل هو يفكر فيك او انه يريد يتواصل او لسه زعلان. بصراحه يعني انا شايفه انه هذا الشخص ما تغير في داخله شيء. أنا أشوف العلاقة مستقرة نوعا ما، وأيضا هو بس هو معاند على يعني على تفكيره، هو معاند، أشوف هو يعني معاند إنه ما يريد يغير تفكيره وما يريد يسوي أي حل في هذه الفترة. وأيضا أشوف إنه ولكن هو صحيح معاند، بس هو قاعد يفكر فيك دائما، يعني مو ناسيك إطلاقا، حزين، وممكن إنه هو ندم على بعض الأشياء، لأن أشوفه كأنما تفكير مستمر، وأيضا ممكن يعني يكون ندم. زين، يعني يمكن هو نادم لأنه اندفع، يمكن نادم لأنه تعصب زيادة، يمكن نادم لأنه استعجل، لأنه في تسرع، يمكن أنت اللي سرعت، ممكن هو سرع، ما أعرف، لأن أشوف في تسرع كبير كان، عصبية، عدم تفكير، موقف بدون يعني بدون تفكير صار، يعني سوء فهم يمكن. أيضا يعني أشوف كأنما هو يعني بصراحة ملئم، يعني إنه في لؤم، يعني أشوف إنه كأنما شخص يقول خليني أدبك، خليني أشوفك، خليني أقطر لك الماء قطرة قطرة، وأعرف إنه أنت ميت من العطش، أعرف إنه أنت مشتاق لي، خليني أخذ حقي منك، لأن أشوف في لؤم بالتعامل. كأنما هو متقصد يعذبك، متقصد إنه يبقى هالشكل يخليك تعاني، قاصد هذا الشيء. بصراحة حبيبك أشوف عنده يعني بعض يعني حب السيطرة، وأيضا هو يحب أنه يفرض رأيه وأفكاره بشكل كبير عليك، ويعلمك أنه لازم كيف تتعامل معاي بالطريقة اللي تتعامل. وأنت أشوفك يمكن كذا مرة يمكن حاولت أنه ترجع العلاقة، ولكن يمكن هو اللي رفض. فصار الآن أشوفها مسألة كرامة، مسألة عزة نفس، مسألة كبرياء. أنت الآن ما تقدر تتواصل معه بكل شكل من الأشكال، لأنه الموضوع صار يمس كرامتك وعزة نفسك، لأنه أنت سبق وأنه حاولت، أو أنه هو اللي يعني غلط بحقك، ويعني فأنت ما تقدر بعد تسوي شيء، فبقيت أنت قاعد تنتظر أنه هو يرجع يتواصل، لأن هو الظاهر هو الغلطان، وهو اللي تسرع، وهو اللي تصرف بدون تفكير، وهو اللي ظلمك يعني. وأيضا يجوز اكتشفت أنه هو عنده طرف ثالث وخانك، فأنت يعني هذا الشيء أتعبك، مع أنه أنت انطيته حب كبير. وبصراحة يعني كمية الحب صارت أكبر من إنه أنت تسيطر عليها، يعني بعد متى تقدر عواطفك أشوف هي اللي قاعد تحركك، هي اللي قاعد تدفعك، هي اللي قاعد تخليك يعني تنهار، أحيانا تنهار وأنت تشتاق له ومتى تقدر تتواصل معاه، وهو يدري. سوالك مشاكل كثيرة هذا الإنسان، أشوف سوالك مشاكل كثيرة بالفترة اللي أنتوا فيها بعلاقة،
مرت علاقتكم باضطرابات، مشاكل، بأمور كثيرة مرت، يعني هذا الشيء اللي أتعبك، ما كانت علاقة مستقرة، أشوفها علاقة كانت يعني مقلقلة وفيها مشاكل وفيها يعني عدم ثبات على شيء معين. أشوفها من العلاقات اللي كانت فيها أحداث كثيرة وما كانت يعني فيها استقرار قوي كأحداث. ممكن إنه أنت كان في داخلك، أو إنه بالبداية كان فيها نوع من الاستقرار والثبات، وبعدين بلشت لما أنت اكتشفت شيء معين أو دخل طرف ثالث أو حسيت إنه في طرف ثالث دخل، فبلشت العلاقة تتغير وتاخذ مجرى آخر، وبلشت الأمور يعني تتغير بشكل كبير. وصارت يعني انه حتى معاملته وطريقته معك تغيرت. لهذا السبب انت شككت، وبعد ما شككت ويعني انه بلشت تتابع، عرفت انه في اشياء صارت من وراء ظهرك. لهذا السبب يعني هو لانه عنده اشياء مثلا يحس نفسه هو انه مكتفي، لهذا السبب هو ما عنده مشكلة اذا طول الزعل واذا مرت الايام، ما عنده مشكلة، لانه هو حبيبك عنده نوع من الانانية، فقاعد يتعامل ويا الاشياء المتوفرة بالنسبة له. أما أنت بالنسبة لك فأنت حيل اندفعت أكثر من عنده، ولهذا السبب كأنك أنت انطيتها مجال أكثر أنه يضغط عليك، أو أنه يعني يعذبك بطريقته هو، لأن هو وصل إلى مرحلة أنه عرف أنت ايش قد تحبه وايش قد أنت متعلق فيه. الظاهر أنت انطيته كمية كبيرة من الحب، أكثر مما هو يستحق أصلا. عموما أنا أشوف أنت هم نادم، ترى مو بس هو نادم، أنت نادم لأنه يعني كشفت له كل أوراقك، أنت نادم لأنه انطيته حب كبير، أنت نادم لأنه أخلصت له حيل، أنت نادم لأنه علقت كل آمالك وطموحاتك وأحلامك في هذا الشخص، أنت نادم لأنك اتصرفت بكل صدق وطيبة وبراءة مع إنسان أكثر شيء استهان فيه مشاعرك وأحاسيسك وبراءة قلبك ونقاء روحك. يعني ما حس انه هو مع شخص مميز، حس انه انت عادي مثل البقية، مع انه في البداية تحس انه كأنما هذا الشخص دخلك في المصيدة، اعطاك بالبداية طريقة للحب وكمية للحب بحيث انت يعني تعلقت فيه، وبعدين لما حس انه خلاص متأكد انه انت صرت تحبه ومتأكد يعني 100%، اصبح هو يستهين فيك وبمشاعرك، وصار يسوي علاقات ويعني، أو إنه كشف لك بعض الأشياء اللي أنت كنت ما تدري بيها، أو إنه هي أصلا انكشفت والله وقع بشر أعماله. هل إنه راح يجي يعني يرجع لك قبل رمضان؟ بصراحة هو متردد بالعودة، أنا أشوفه هو متردد، ما إنه هو مثلا مقرر يرجع ومتأكد من قراره، هو متردد الآن يفكر، يعني مرات يقارنك. بصراحة هو عنده مقارنة لحد هاي اللحظة، أشوف فيه مقارنة بينك وبين ناس آخرين هو يعرفهم، فقاعد يقارن ومحتار. لهذه اللحظة أصحابين الحجر الأبيض، لهذه اللحظة حبيبك محتار وما مستقر على رأي معين، أرجع ما أرجع، يعني يستحق أنه رجع ما يستحق، يعني أنه هو لحد هذه اللحظة قاعد يقارن بين الوضع اللي هو فيه في الوقت الحالي وبين أنه لو استرجع كيف راح يكون الوضع. فلحد هذه اللحظة أنا ما أشوفه مقرر أنه يرجع لك، يعني وكأنما يعني عادي، كأنما شايفين أنه تعود على بعدك، تعود أنه أنت بعيد، تعود أنه أنت مو موجود بحياته في الوقت الحالي. في قسم من عندكم على فكرة ترى متزوجين، يعني عندهم بيت أصلا، ومع هذا يعني ابتعدوا الشركاء، ابتعدوا عن بعض وغير مكترث، يعني حبيبك أو شريكك غير مكترث، عايش حياته ويعني مدى يحس انه انت ايش قد قاعد تتعذب، لان هو ممكن انه لقى حياة في مكان اخر، فبلش يعني يستمتع بحياته بدون ما يفكر هو قاعد يمشي على قلبك وعلى جروحك وعلى آلامك. فهذه اللحظة أنا ما أشوف أنه هو قرر ومتأكد من نفسه أنه هو يريد يتواصل معك، ولكن ممكن في أمل ضعيف ممكن أنه يصير بيناتكم، لأن أنا أشوف عندك فرحة راح تجي يعني خلال يا أما رقم 1 أو رقم 11. فممكن خلال هاليوم راح تسمع خبر، يعني اليوم اللي انت تسمع بيه الفيديو ممكن راح يجيك خبر حيل مفرح، ممكن حتى تشمت بيه ميبي، او راح تسمع خبر يسعدك وهو تواصله معك، لأنه بلحظة ممكن أنه تتغير كل الأحداث 100%. فلا أبدا لا يعني تفقد ثقتك بنفسك، ولا تفقد ثقتك بقدرة رب العالمين على هذا الإنسان. تحياتي لك. خليني أشوف بس
الأبراج أو الطاقات اللي دخلت معانا في هذه القراءة. طبعا دخلت طاقات هوائية، دخل القوس، ودخل عندي كثير دخلوا طاقات هوائية، كثير دخلت الطاقات الهوائية بشكل كبير، ودخل عندي الميزان، ودخل عندنا يعني القوس، ودخل عندنا العذراء أو الجدي. على فكرة أنت بس انتبه لي من الناس المغرضين، لأن أنا أشوف أنت وايد تدخل ناس بعلاقتك، وفي أطراف قاعد يدخلون ويخربون علاقتك على الفاضي. فأنت ليش تتكلم وتقول أسرارك لأي شخص من الناس اللي حواليك؟ حاول أنه تحتفظ فيها لنفسك. الآن راح ناخذ الحجر البنفسج. أوكي، فخليكم معانا اللي حطيتوا طاقتكم على الحجر البنفسج، وخليني أشوف هل حبيبك راح يتواصل معاك قبل رمضان أم الفراق راح يبقى مستمر. أوكي، هل حبيبك حيتواصل خلال أو قبل شهر رمضان، أو إنه الفراق حيستمر؟ واو، أنا شايفة من الأول إنه حبيبك، بصراحة أنا شايفة حبيبك كأنما إنه راح يصحى ضميره، وأخيرا راح يصحى ضميره النائم وليس الميت. راح يصحى لأنه أنت مع شخص بصراحة هو صاحب ضمير أصلا، إنسان يعني مو ظالم. يعني أنا أشوفه بالعكس يتراجع إن حس نفسه أنه هو أخطأ بحقك فراح يتراجع. فأشوفه راح يتراجع خلال الرقم 2، خلال هاليومين أو خلال هالأسبوعين بالزيادة. راح يتواصل معك وراح يوصلك من عنده فشي. ممكن يوصلك عن طريق ناس، أو ممكن يوصلك عن طريق مسج. خلال هذه اليومين راح ممكن يعني يتواصل معك، يخبرك انه يعطيك وعد بشيء معين، او يوضح لك امر معين. اوكي، طبعا انت قسم من عندكم اللي دخلوا بهاي قراءة الحجر البنفسج، يا اما انتم مسوين ادعية، يا اما انتم مسوين علاج او شيء، يا اما انتم قاعدين تدعون ليل ونهار وناظرين نذر. يعني قسم عندهم نذر، قسم عندهم تسابيح مسوين، او انه فشي معين انتم مسويه حتى يرجع لكم هذا الشخص. فكأنما الله سبحانه وتعالى راح يستجيب لك هذا الدعاء، وراح انا اشوف بالاخير راح تلتقي مع هذا الشخص فيس تو فيس، وجها لوجه، وراح يقول لك انه شو الاشياء اللي لازم، كانما تعديل او ابديت للعلاقه، انه لازم يصير كذا وما يصير كذا، ونسوي كذا وما نسوي كذا. في تعليمات راح يقول لك اياها، في امور راح يقول لك اياها، في اشياء راح يوضح لك اياها. اوكي، طبعا أنا شايفة بهذه العلاقة، يعني رغم إنه كل شيء يعني مثلا صار زعل أو صار بعد، بس أنا أشوف البنت مسيطرة أكثر. أشوف البنت هي صاحبة الكلمة الأولى والأخيرة. أشوف البنت هي اللي تقدر تقنعه. يعني أنا أشوف هنا بهاي العلاقة إنه المرأة في هذه العلاقة إلها الكلمة الأولى والأخيرة، مسيطرة على هذا الرجل اللي فيها العلاقة بشكل قاطع، ويسمع كلامه، وهي تعرف كيف إنه تسيطر على أفكاره. ولكن ممكن أحيانا يعني مثلا لأمر ما أو إنه البنت في هذه العلاقة أصبحت شايفين السلطة المطلقة مفسدة المطلقة. فبما أنه هي تم إعطائها السلطة المطلقة فتجاوزت الحدود، ويجوز البنت هي اللي كانت سبب في هذا الخلاف ميبي. ولكن مع هذا تراجع الرجل في هذه العلاقة، وكأنما يقول اتس اوكي، رمضان جاينا ورمضان على الأبواب، وخلينا نصالح وخلينا نكون نايس ومن هالأمور. لأنه هو بصراحة قلبه رقيق جدا، وكأنما يحس نفسه أنه هو أعقل من عندك بكثير، وأنه هو يتحملك لأنه شايف أنه يعني اتس اوكي، مو مشكلة، أنا الأكبر، أنا الأفضل، أنا الأحسن. يعني كأنما يقول أنه أنا عندي خبرة بالحياة أكثر، فهو معطيك العذر، معطيك الإكسكيوز، يقول معلش اتس اوكي، راح أسامح، وأحسن ما تحترق علاقتنا، لأنه هو ما يريد يخسرك بكل الأحوال. حزين جدا على فراقك، حزين جدا أنه أنت بعيد، حزين أنه صار بيناتكم ما صار، ما يريد يصير بينك وبينه أي عوائق وأي مشاكل. هو دا يحاول بكل الطرق أنه يتقرب لك، ولكن مرات تكون بيناتكم مسافة. ميبي أنه عناد، ميبي أنه أنت أكو أشياء قاعد تمشيها
يعني لأن أشوف إنه أكو هالة من الظلام فوقاك، فأنت مرات يعني أكو أشياء عن جهالة بصراحة أو عدم فهم قاعد تتصرف بيها، وهو يستخدم حكمته وقوته وعقله ويستوعبك ويحاول إنه يتقرب لك ويتودد لك أكثر، وأنت ثابت في مكانك تحاول إنه تمشي هذه الأشياء اللي أنت قناعاتك عليه هو. بس عموما أنا أشوف الرجل هنا دا يحاول بكل طاقته ويقدم أشياء، ولكن هو همتين أحيانا يقول يعني كرامتي، عزة نفسي، كبريائي، إنه أنا قدمت كثير لازم أخذ. فهو كأنما يريد إنه تكون العلاقة متوازنة نوعا ما، ولهذا السبب هو ما اتصل حتى إنه بلكت أنت تعيد النظر، بلكت العلاقة شوية يعني تصير أفضل، أو إنه خلينا نفكر نعرف أخطائنا نبدي من جديد نتواصل مرة أخرى يعني بشكل أفضل. لأن هو لحد الآن يبعث لك تخاطر طبعا، وأنت هم قاعد تبعث له تخاطر، حرقت أهله و24 ساعة أنت حارقة يعني بتخاطرك اللي قاعد تسلط طاقاتك عليه ودمرته. فراح يتواصل معاك أنا أشوف يا أما خلال أيام معدودة أو ساعات معدودة إن شاء الله. طبعا راح تتصالحون والصلح كثير حلو، راح يسعدك جدا، راح يكلمك، راح تشوفه فيس تو فيس، يعني تبلش الأمور شوي شوي وبعدين راح يشوفون بعض، راح تلتقون، راح تكونون مع بعض. بس أنا شايفة عندكم ناس حسودين، ما أعرف من طرفك من طرفه، هم عموما بعاد يعني مو من العائلة، ممكن يكونوا من الأصدقاء أو من الناس اللي مطلعين على أسرار علاقتكم. هذول الناس مثل الحاسدين أو العواذل اللي دائما يعني ما أعرف ليش ما يحبوا لكم، يعني إنه يغارون ميبي، لأن أكو ناس حسودين يعني أنت ما مسوي شيء بس يكون هو حسود. شايف الحب، شايف انت اكتشفت او هو اكتشف انه انا اموت عليك وما اقدر اعيش بدونك. شايف هو يقول لك انت النفس اللي يصعد وينزل في صدري، انت يعني الحياة كلها، انت الاكسجين، انت اكسجين العمر بالنسبة لي، هذا اللي انا اكتشفته، انت روحي، اكتشفت انت كل شيء بالنسبة لي، هذا الشيء اللي انا اكتشفته بالفراق. فكأنما انا اشوف هذا الفراق وهذا البعد زيد الحب بشكل كبير. عموما راح يصير بيناتكم لقاء، وممكن يعني راح يكشف لك كم الحب وكم العذاب اللي هو عاناه لما انتم بعيدين كنتوا عن بعض، وكم هو تألم. طبعا في قسم من عندكم ممكن انت اتهمته بالخيانة او هو اتهمك بالخيانة، ممكن جدا، او بالكذب، او بانه انت جرحته، او يقول لك انت جرحتني، في شيء الم، في شيء الم، يعني انا شايفه في الم. هذا الشيء الوحيد اللي انتم لازم توضحوه لبعض. اذا انت حاسس انه هو خانك لازم تجي تشرح له انه انا شكيت بكذا وكذا وكذا وكذا، كل الاشياء توضحها، مو فقط تزعل وتغير كل شيء وانتهينا. او حتى هو اذا حس اكو شيء لازم يستفهم، لازم يسأل بهدوء، يتناقش، مو مجرد انه خلاص يحمل كل شيء معاه ويبتعد وخلاص وانتهينا. لانه انتم بصراحة هاي العلاقة انا شفتها توأم روح، انتم بتقدرون تعيشون بعد عن بعض، شوفوا كمية الحب اللي بيناتكم، فمستحيل انه تقدرون تعيشون بعاد عن بعض لهذا السبب. يعني هو مترقب وانت ايضا مترقب، وايضا في قسم من عندكم هنا يعني اشوفهم ايضا متزوجين، لان هذه علاقة جسدية، يعني ممكن تكون علاقة زواج. فيعني الامر كبير، يعني مو انه خلاص اوكي زعلنا خلاص كل واحد يروح بطريق. عموما يعني هو مشتاق لك جدا، وبعدك علمه انه يعني اشياء كثيره، وايضا هذا البعد علمك انت كم قيمه هذا الانسان. فبمجرد انه انتظر تواصل هذا الشخص. طبعا انا دائما اتكلم للعلاقات الحقيقيه وليس علاقات اللعب والضحك على بعض. عندنا ممكن هنا يكون طبعا طاقة هوائية، عندنا أيضا يا لا نزال مع الطاقة الهوائية، وعندنا برج الجدي، وعندنا طاقة يعني ممكن طاقة هوائية، طاقة هوائية، طاقة نارية، وعندنا أيضا ميزان. اوكي، وعندنا طاقة نارية، وعندنا الأسد، برج الأسد، عندنا العذراء، والحمل ممكن أيضا يدخل من ضمن الطاقات. اوكي، هذه طاقات يعني حتى لو كانت انتم كنتوا مو من ضمن هاي الطاقات، هاي طاقات ظهرت عندي. اوكي، انا بس مجرد حبيت اوضح لكم اياها. تحياتي لكم، باي باي.